السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل متابعينا الكرام في قناتكم أخبار رادار MA. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف، خاصة بعد ما وصلتني أسئلة كثيرة وتعليقات من المتابعين الكرام حول معاشات ومنح المتقاعدين، وكذلك الأخبار والإشاعات اللي راهي منتشرة بكثرة في بعض الصفحات والقنوات. قبل ما نبدأ نتمنى من كل واحد خلي الفيديو وما زال ما دارش اشتراك في القناة يدعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس، لأنه دعمكم هو اللي خلينا نواصل ونقدم لكم الأخبار الصحيحة والمعلومات المؤكدة أول بأول، وكل اشتراك منكم يعطينا طاقة باش نستمر ونجيب لكم كل جديد يخص المواطن الجزائري. ندخل مباشرة في موضوع اليوم. كاين بزاف ناس تسقسي وتقول وش صرا في صب معاشات ومنح شهر جوان؟ وهل كاين تغيير دائم في رزنامة دفع المعاشات؟ وهل كاين زيادات شديدة للمتقاعدين؟ اليوم إن شاء الله رح نوضح كل النقاط بطريقة بسيطة وواضحة. أولاً، الصندوق الوطني للتقاعد قام خلال الفترة الماضية بإجراء خاص واستثنائي فقط، وهو تسبيق عملية صب المعاشات والمنح الخاصة بشهري مايو وجوان. هذا الإجراء جاء لأسباب تنظيمية وظروف خاصة فقط، باش المتقاعدين يقدروا يتحصلوا على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر. لكن النقطة المهمة اللي لازم يعرفها الجميع وهي أن هذا الإجراء كان مؤقتا فقط ومشي قرار دائم، يعني ما لازمش الناس تفهم باللي رزنامة الصب تبدلت نهائيا. ابتداء من الشهر القادم شهر جويليا إن شاء الله عملية صب المعاشات والمنح راح ترجع للنظام العادي كما كانت من قبل. وش معناها النظام العادي؟ معناها الصب بيكون ما بين يوم 15 حتى يوم 26 من كل شهر حسب تاريخ الاستحقاق الخاص بكل متقاعد. يعني اللي كان يستلم معاشه يوم 15 يبقى يخلص يوم 15، واللي كان يستلم يوم 16 يبقى يوم 16، واللي كان يوم 20 يبقى يوم 20، وهكذا كل شخص حسب التاريخ المعتاد تاعه. هذه النقطة لازم تكون واضحة وما يكونش فيها أي لبس. ثانياً، نروح للنقطة اللي راهي عاملة ضجة كبيرة هذه الأيام، وهي موضوع الزيادات الاستثنائية. بعض الصفحات وبعض القنوات راهي تتكلم على زيادات جديدة للمتقاعدين، وناس تقول كاين قرارات خرجت، وناس أخرى تقول راهم رايحين يزيدوا في المعاشات خلال شهر جوان أو شهر جويليا. هنا لازم نوضح حاجة مهمة وبشكل واضح وصريح. إلى حد هذه اللحظة ما كاين حتى بيان رسمي يؤكد وجود أي زيادة استثنائية جديدة. ونحب نذكر الجميع أن أي قرار يخص المتقاعدين سواء زيادات أو منح أو تغييرات في القوانين لازم يخرج من مصدر رسمي ومعروف مثل الصندوق الوطني للتقاعد أو الجريدة الرسمية. أما الأخبار اللي تدور في بعض الصفحات بدون مصدر واضح تبقى مجرد إشاعات فقط وما نقدرش نعتمد عليها. للأسف كاين صفحات تستغل اهتمام الناس بهذه المواضيع باش تجيب المشاهدات والتفاعلات وتبدأ تنشر أخبار غير مؤكدة. لهذا لازم كل واحد يكون واعي وما يصدقش أي خبر مباشرة حتى يتأكد من المصدر، لأن الخبر الغلط يقدر يخلق قلق كبير خاصة عند المتقاعدين وذوي الحقوق اللي يستنوا مستحقاتهم ويحتاجوا معلومات صحيحة. النقطة الثالثة اللي بزاف ناس راهي تسقسي عليها وهي التثمين السنوي. لحد الآن ما كاين حتى جديد رسمي بخصوص هذا الموضوع. الملف ما زال معلق وما خرج حتى إعلان رسمي عليه، وأي تطورات جديدة تخص هذه النقطة أكيد رح ننقلوها لكم مباشرة وبكل مصداقية فور صدورها. إذن نلخص كامل المعلومات اللي ذكرناها اليوم. التسبيق اللي صار في الأشهر الماضية كان إجراء استثنائي فقط. ابتداء من شهر جويليا رح ترجع الأمور للنظام العادي. الصب بيكون من 15 إلى 26 من كل شهر حسب تاريخ كل متقاعد. ما كاين حتى زيادات استثنائية مؤكدة إلى حد الآن، وما كاين حتى جديد رسمي حول التثمين السنوي. وفي الأخير نطلب من الجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وضرورة متابعة المصادر الرسمية فقط. وقبل ما نختم الفيديو حاب نشكر كل المتابعين داخل الجزائر وخارج الجزائر على ثقتهم ودعمهم المستمر. بصراحة دعمكم وتعليقاتكم وتشجيعاتكم هي اللي تعطينا الحافز باش نواصل ونخدم أكثر من أجل تقديم محتوى مفيد وصحيح للجميع. إذا كنت تشاهد الفيديو لأول مرة وما زلت ما درتش اشتراك في القناة، هذا هو الوقت المناسب باش تنضم لعائلتنا. دير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد في وقته، لأننا نحاول دائما نوفر لكم الأخبار الصحيحة والمعلومات المهمة اللي تهم المواطن الجزائري. اشتراكك ما يكلفك حتى شيء، لكن بالنسبة للقناة راح يساعدنا بزاف باش نستمر ونطور المحتوى ونوصلوا لأكبر عدد ممكن من الناس.
شكرا لكم كامل على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد ومفيد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.